كيفاتكن يا غوالي؟ اليوم مشوارنا غير، رح نعيش أجواء الشام بكل تفاصيلها من فطور ملكي لغصة فاتورة، وبعدها رح آخدكن على سوبر ماركت كبير فيه كل شي، ورح فرجيكن الأسعار وين صارت. فخليكم معي بهذا الفلوج العفوي لتشوفوا شو اشتريت أغراض للبيت، وحتى تتعرفوا على الأسعار وتشوفوا شو المنتجات يلي عم تنزل على سوريا، من منتجات أجنبية لمنتجات منيحة وطنية، وفي طبعا عنا بدائل. ما بننسى إنه يوم الجمعة الطرقات بتكون فاضية، وأحلى شي بهذا اليوم إنه كان الجو كتير حلو وشجعنا فورا نطلع من البيت. بس هلأ خليكم معي لحتى فرجيكم نحنا أول شي بشو حيبلش نهارنا. حنروح على أقدم مطعم بالشعلان كلياتنا بنعرفه، هو بيقدم فول وتسقية يلي هو فطور الشامي، وشوفولي هالدرج ما أحلاه. وهلأ حيكون اسم المطعم هو بوز الجدي. هذا المينو هو متنوع وحتى موجود الأسعار عنده. بالنسبة لنا نزلنا الفول والتسقية يلي كل جمعة لازم ناكل منه، وسودا وشوية بطاطا، وهيك كان فطورنا ملكي بامتياز. بس بعد هذا الفطور شو حيكون فيه؟ أكيد كلياتنا بنعرف، اجت الفاتورة وبلش جوزي يودع بهالمصاري ويعد. أخذنا كمان معنا كاسة شاي سفري، وبعدين ودعنا المطعم وانطلقنا للسيارة. شوفوا حارات الشعلان ما أحلاها وكاسة الشاي. هون مشينا وصلنا عند السيارة وركبنا فيها وكملنا بطريقنا على السوبر ماركت يلي هو التارجت. ما بعرف إذا أنتوا بتعرفوه، هو موجود بمنطقة كفر سوسة. هو مثل ما خبرتكم سوبر ماركت كبير وفيه كتير متنوع من لحوم وأجبان ومعلبات، خبرتكم من قبل. هلا هاي كان المدخل، وشوفوا معي شو فيه منتجات أجنبية ووطنية، وركزوا على الأسعار. هون بدي فرجيكم قسم الخبز. عنده من هذا الخبز الصحي، في منه بالشوفان، في منه بالأعشاب، في منه ببذور الشيا، وفي بالحبوب كمان. هذا الخبز كتير صحي ومناسب للدايت. مثل ما خبرتكم هو كتير كبير، وفيه قسم من المعلبات، وشفنا قسم الأجبان والخضروات والمنظفات، وفيه كل شي بتحتاجه. حبايبي، وإذا وصلتوا لهون لا تنسوا تدعموني بلايك وكومنت ونشترك بالقناة. هلأ وصلنا على قسم البهارات، وكل شي كان عنده موجود، وحلاوته إنه فعلا كتير نظيف. وهلأ رحنا على الزبدة اللي كانت كتير مفقودة عنا بسوريا، الحمد لله صار ينزل منها بكميات كتير كبيرة. وهاي المعلبات
وبعدين رح نشوف اللحوم يلي عنده. أنا أبداً ماني مع الأكل البحري، بس حبيت حتى أصورلكن شو عنده من المأكولات البحرية، وفيه كمان أكيد خبرتكم عنده دجاج وعنده لحمة وعنده كل هاي القصص، ودائماً بينزل عروضات وبينزل شغلات سعرها مناسب. وهاي الفاتورة، وهلأ راجعين على البيت وفي بعدها فقرة أحلى فقرة على قلبي يلي هي إني بقعد على السجاد وبفرد لكم بهالأغراض. أنا بصراحة تصويري شوي عفوي وعم بيكون سريع لأنه أنا أم لتوأم وما عندي كتير وقت. جبت أكتر من نوع للحفوضات مشان جرب الفرق بين التركي والصيني. جبت رز وجبت من هذا الحليب، وجبت كمان هدول نازلين جداد هوت شوكليت 3 أنواع دومو، هاي أظن ماركة لبنانية. هذا الرز هو صناعة سورية بس كتير منيح، جبت منه كيسين تقريبا. وجبت مسبحة ماركة الأزرق، هاي المسبحة كمان كتير ظريفة ومعروفة وبصراحة كتير طيبة. خليكم معي لتشوفوا باقي الأغراض شو جبت، ورح أرجع خبركم. إذا صرتوا هون لا تنسوا تدعموني. وهدول معطر للجو متعدد الاستعمال. هذا بصراحة صناعة تركية ودوام الريحة عنده ثابتة وبتجنن، في له أكتر من ريحة وأنا جبت 2 لجربهم. وبما اني أم لتوأم فجبت أكتر من نوع حتى أجيبكم إياهم. في هذا النوع هو وطني، وفي عندي جبت نوع تركي، وفي نوع حيكون صيني موجود حتى بآخر الفيديو. هذا حليب السعودية. طبعا كلياتنا بنعرف قديش صار في عنا منتجات أجنبية وبدائل نازلة على السوق. وجبت كمان هاي البقر الحلوب، بصراحة هاي السمنة أنا مستحيل أستغني عنها، كتير بتعطي نكهة طيبة للأكل. وهلا حبايبي وصلنا لآخر الفيديو. إذا حبيتوا تعرفوا عن أي شغل أو أي تفصيل أو وين مكان الموجود فيه كل هالأغراض خبروني، وما تنسوا تتابعوني. أنا راما، أم جديدة لتوأم، بحبكن كتير. باي.